السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا اكله جميله جدا ان شاء الله تعجبكم، الكشري المصري. هعرفهولك على طريقتي ان شاء الله، وان شاء الله طريقتي تعجبك. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض الخطوات واحده واحده. ويا ريت لما تيجي تعملي بنفس الخطوات اللي انا ماشيه عليها دي، هينجز معاكي في الوقت، وان شاء الله هيبقى اسرع وهيبقى طعمه جميل جدا. اول حاجه طبعا لما نكون عارفين قبل، عارفه ان انت هتعملي كشري ان شاء الله بكره، يبقى احسن حاجه انك تنقعي الحمص الشام ده. طب انت ما عرفتيش، يبقى مش مفيش اي مشكله خالص، واقول لك على طريقه هيستوي معاكي بسرعه جدا، بس هو استحسن ان هو يتنقع احسن. دول اول حاجه. نجيب الحمص الشام نغسله غسله كويسه جدا، ماشي. وهنحط عليه بقى المكونات ديت. ننزل بقى بنص معلقه صغيره جنزبيل، كمون، ملح، بابريكا. وعايزه بصلايه متوسطه مقطعه 4 ارباع، وطماطميه برضو متوسطه مقطعه 4 ارباع، وفصين توم 2 بس. اوكي، كل المكونات دي كلها هننزلها طبعا على حمص الشام. اهم حاجه فيه انا نقيته كويس جدا، بعد كده غسلته كويس جدا جدا. تغسليه كويس، بعد ما تغسليه هتنزلي بقى بالميه السخنه عليه كده، مش بالميه بارده، كده هيستوي معاكي اسرع. ننزل عليه بالميه السخنه كده، ونروح بقى نحطه على البوتاجاز ونعلي عليه النار. اوكي، بنعلي عليه النار. بعد ما نعلي عليه النار يعني 10 دقايق كده والنار عالية عليه، بعد كده نوطي عليه النار خالص ونخليها زي الشمعة. نوطي كأنك بتحطي رز على النار، بتشربي رز على البوتاجاز، وتسيبيه معاكي لاخر الوقت، وان شاء الله يبقى كويس. ده بقى العدس البني او العدس بجبه. بتجيبيه برضو تغسليه غسله كويسه جدا. لو انت حابه تنقعيه انقعيه، مش حابه اعمليه بنفس الخطوات اللي انا ماشيه عليها دي. حطي عليه حوالي نص معلقه صغيره ملح، او معلقه حسب الكميه اللي انت بتعمليها طبعا. وتحطي عليه ميه فتره خالص من الحنفيه، مفيش اي مشكله. حوالي نص الحله كده او ازيد بشويه. وتحطيه على نار عاليه 10 دقايق، او حوالي 12 دقيقه بالظبط. هيكون غلى وهيكون استوى كمان، دخل معاكي في السوا. اهم حاجه تنزليه من على البوتاجاز تكون مش مستوي قوي عشان ميتهرش منك. ده بقى البصل بتاعنا. انا بحب اقطعه صغير كده، ما بحبش اقطعه جوليان. لو انت حابه تقطعيه بقى اللي هي الشرايح او الجوليان براحتك خالص. انا بحب اقطعه كده فطبعا التقطيعه ديت على حسب ذوقك وحريتك. بنجيب بقى حوالي معلقتين كبار نشا ونقلبهم عليه كويس جدا بالمنظر دوت. اهم حاجه بقى على النار طاسه سخنه فيها زيت درجه حرارته عاليه على نار متوسطه. ننزل بقى بالبصل بالمنظر ده، هنحمره. ولما تكتري الزيت ما تقلقيش منه، الزيت كل ده هينفعنا في الاخر. هنكمله منه تسويه الاكل. هنحمر بقى البصل بالمنظر دوت. هنفضل نقلب فيه لغايه لما يوصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه، او اللون بني شويه كده. الدرجه دي لسه عايز شويه كمان. انا كده بقى شايفه ان الدرجه دي كده كويسه جدا. هشيله بقى اصفيه الاول، بعد كده احطه على مناديل المطبخ عشان يشرب اي زيوت، اي زيوت اضافيه فيه او زياده فيه. والحمص طبعا احنا مطلعين عليه النار. ودوت كده العدس معانا خالص اهوت. شايفين بقى ديت ده درجه السوى اللي انا محتاجاها فيه. وادي كده البصل معانا خالص اهوت. البصل كده خلاص معانا. انا عايزه بس اسمعك بس صوت القرمشه بتاعته. بصوا القرمشه بتاعته عشان تعرفي قد هو مقرمش. وادي كده احنا علقنا كده على المكرونه هي بتغلي. طبعا المكرونه زي ما انت عايزاها، اي نوع يكون صغير، سواء بقى عقل او معوجه او اي حاجه، يكون بس نوع هيكون صغير. الكشري بيحب المكرونه الصغيره مش المكرونه الكبيره. وبيتحط نصها مكرونه مش صغيره ونصها مكرونه سباكيتي. طبعا الرز بتاعنا هنعمله بشعريه، رز عادي خالص بشعريه. هنجيب ربع الشعريه
وهنحمره تحميره كويسه جدا، وننزل عليه بالرز المغسول، الرز المصري العادي، وننزل بقى بالملح بتاعنا ونقلبه تقليبه كويسه كده، وننزل بقى بالميه السخنه عليه او الميه الفتره حسب ما انت عايزه بقى. هنزوده بقى الميه بتاعته، طبعا نسيبه على النار لغايه لما يغلي، وبعد ما يغلي نوطي عليه خالص ونسيبه لغايه لما يتشرب. وادي المكرونه خلصت معانا، صفيناها. هنجيب بقى شويه زيت من بتاع البصل اللي احنا صفيناه على جنب، وهنحط بقى شويه توابل على المكرونه. ده ملح مبهر عادي عندي بستخدمه هنا في البيت، ملح مبهر انا بعمله كده وما بستغناش عنه في المطبخ، ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو عنه. وبحط بقى عليها حوالي بقى نص معلقه قرفه صغيره، ونص معلقه مثلا بهارات، اي نوع بقى بهارات بتحبيه، ومثلا جنزبيل، شطه، اي حاجه بقى انت حباها يعني، فلفل اسود، اي بهارات تاني انت حباها. مش حابه تحطي عليها بهارات، ممكن تحطي عليها فلفل اسود وملح بس مع الزيت، ونقلبها تقلبتين حلوين كده، ونسيبها بقى على جنب. يا اما تحطيها على نار هاديه خالص وتسيبيها، هتفضل معاكي المكرونه سخنه لغايه لما تيجي تقدمي اكلك كله. اكلك هيبقى خالص، والمكرونه بتاعتك كمان هتبقى دافيه، بحيث ان لما تيجي تقدمي الكشري بالذات لما بيكون سخن كده بيبقى طعمه احلى. وادي الرز بتاعنا كده شرب ميته، ووطيت عليه النار خالص وسبته. وادي المكرونه كده خلصت برضو. ندخل على اللي بعد كده. ايه الخطوه دي بقى؟ ده فصين توم كبار، يعني حوالي 3 4 فصوص كده، ماشي. هنخلي اللون بتاعهم ذهبي. اول ما يبقى لونهم ذهبي كده ولونهم حلو، ننزل عليهم بعصير الطماطم. دي طبعا الصلصه بتاعتنا. ده عصير طماطم انا بحب اعمله بالثوم. الصلصه بتاعت الكشري انا بحب اعملها بالثوم، ما بحبش اعملها بالبصل. باخد الزيت بتاع البصل احمر بيه الثوم، بيبقى نفسها جميل جدا. ودي بقى طبعا البهارات بتاعت الصلصه. دي بهار مثلا لحمه وقرفه وجنزبيل، او اي بهار انت بتحبيه يعني، او حابه تحطي مرقه دجاج. طبعا البهارات دي حسب ذوقك انت. انا بحب احط حوالي نص معلقه بهار لحمه، بيخلي ريحه الصلصه جميله جدا. والملح والفلفل الاسود، ولو حابه تحطي شطه، بس انا بعمل دقه اللي هي الشطه والدقه لوحديها، فانا بخلي الصلصه ديت معلهاش شطه خالص. نديها بقى تقليبه كويسه بقى بالمنظر ده، ونخليها بقى تغلي كويس جدا، غلوتين 3 كده، تغلي غلوه كويسه. بعد كده نطفي عليها النار. كده دي دخلت في الغليان، وده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. اهم حاجه الصلصه ما تبقاش تقيله جدا ولا خفيفه جدا، الوسط حلو. وادي الحمص بتاعنا استوى اهوت. بصوا استوى ازاي، بقى جميل بصراحه. استوى يعني، عشان تعرف ان هو ما بياخدش وقت على النار، حتى لو انت نسيتي نسيتي تنقعيه من قبلها بيوم. ده توم للدقه. انا عايزه اقولك ان انا الحمص لما شلته بقى على جنب، اخدت الميه بتاعته، خليت ميته على جنب، ما كبتش ميته. انا بحب ازود الحمص الميه بتاعته، لما ميته بتبقى كتير باخد الميه بتاعته دي اخليها على جنب، بعمل منها الدقه والشطه. فانا دلوقتي حمرت حوالي في 4 5 فصوص توم كده، يعني حبه حلوين من التوم، بدقهم جامد لغايه لما ينعموا، او حسب الرغبه يعني. وبحمرهم بيبقى اللون الذهبي بتاعهم ده، وبعد كده انزل عليهم بحوالي 3 معالق خل كبار، ميه بقى، بتاعت الحمص. يعني انا بنزل بميه الحمص على التوم دوت.
طبعا المقدار اللي انت عايزاه، ومعلقه ملح لو انت حابه، لو انت التست بتاعها يعني ايه قليل في الملح، ومعلقه ملح ومعلقه كمون بس. خلاص كده الدقه خلاص. نسيبها بس تغلي غلوه واحده بس على النار، غلوه كويسه، ونطفي عليها ونسيبها تبرد. بعد كده ايه نشوف هنحطها في ايه. يلا بقى مع بعض نوضب بقى ايه الشطه. طبعا انا بجيب الزيت اللي هو بتاع البصل، بحطه يسخن شويه، وانزل عليه بمغرفتين 2 بس من الصلصه اللي انا عاملاها للكشري، اللي هي سبقت اللي انا جهزتها قبل كده. صلصه الكشري دي باخد منها مغرفتين صلصه، واحطهم على الزيت لو ما يسخن، وانزل عليهم ايه بحوالي نص معلقه كبيره صلصه حمراء او حسب ما انت عايزه، وانزل عليها بقى بكميه شطه بقى حوالي 3 4 معالق شطه كده كبار، وازودها ميه الحمص اللي احنا قلنا عليها. احنا هنحتاج ميه الحمص في الدقه وفي الشطه. انا خدت مغرفتين صلصه، وحوالي نص معلقه مغرفتين صلصه الكشري اللي انا عاملاها، وحوالي نص معلقه صلصه جاهزه، وحاطه بقى كميه الشطه اللي انا عايزاها، وحطيت عليها ايه، وحطيت عليها ميه الحمص. يعني انا زودتها حوالي مغرفتين او 3 برضو كمان ايه ميه الحمص. نخلي كل المكونات بقى تغلي برضو غلوه، ونطفي عليها مع الشطه واللي احنا عملناه ده كله، يغلي غلوه واحده بس على النار، ونطفي عليها النار وتسيبها تبرد ونقدمها. وده كده في النهايه كده اكلنا كله استوى وكل مكوناتنا استوت، وادي الطبق بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده وتكونوا استفدتوا منه. ده كده طبقنا حاطين فيه كل حاجه. طبعا لو انت حابه بقى تحطي الكبده بقى عليه كمان يبقى طعمه جميل جدا. وادي معانا الشطه اللي جهزت اهيت، ومعانا كمان الدقه. متنسيش بقى الفيديو لو عجبك النهارده سبسكرايب لقناه احلى اكله مع بسمه، واللايك الجميل وكل الكومنتات الجميله بتاعتكم الرائعه اللي بتشجعني ان انا اعمل فيديوهات جديده. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.